الحمد لله الواحد العظيم الجبار القدير القوي القهار الذي لا تدركه الخواطر ولا الأبصار، وسم كل مخلوق بسمة الافتقار، وأظهر آثار قدرته بتصريف الليل والنهار. سبحانه سبحانه يسمع أنين المدنف يشكو ما به من الأضرار، ويبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الغار، ويعلم خفي الضمائر ومكنون الأسرار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. أحمده سبحانه وتعالى على المسار والمدار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والتدبير، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أفضل الأنبياء الأطهار. وعد المتقنين المحسنين المخلصين بالجنة والبعد عن النار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى جميع آله وأصحابه، لا سيما المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الملك الجبار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن الناظر في أحوال الأمة الإسلامية في هذه الأيام يجد كثيرا من السلبيات الموجودة والمتكاثرة والمتناثرة في مجتمعاتنا الإسلامية. وما نشأت هذه السلبيات إلا لغياب موضوع أمرنا الله عز وجل به ولفت نظرنا إليه في خلقه، بل وأمرنا به حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هو موضوع سبب لمحبة الله جل وعلا، وهو سبب لأن نحظى برؤية وجه ربنا في الجنة، وهو سبب لمرافقة الحبيب محمد في الجنة،
صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع سبب للتعرض لرحمة الله جل وعلا، وسبب لأن يكون الله عز وجل معك في كل مكان وفي كل لحظة، وهو سبب لنيل حسنة الدنيا، وأن تكون معاملتك ومعاملة الناس لك حسنة في الدنيا. أتدرون ما هذا الموضوع؟ إنه موضوع الإتقان. ما توحد الواحد الديان. الإتقان سمة الحضارات. ما يحدث في أوساطنا وفي مجتمعاتنا من هذه السلبيات القاتلة، هذه الأمور التي لا نرضاها في كل المجالات إلا من رحم الله عز وجل، ما هي إلا علامة على غياب الإتقان. والإتقان بمعنى الإحسان، إحسان الشيء إخراجه في أحسن صورة وفي أبهى صورة وفي أكمل صورة، هذا هو الإتقان. لو سألت نفسك سؤالا سريعا: لماذا تسقط العمارة؟ ليه العمارة المبنية بتسقط؟ لوجدت الإجابة: غياب الإتقان من المهندس ومن المشرف ومن العامل ومن الجهة التي تتسلم العمل، وقس على ذلك كل شيء. لماذا تغرق العبارات؟ لماذا تحدث حوادث القطارات؟ ليه؟ عشان ايه؟ غياب الإتقان. غياب الإتقان. الإتقان في كل شيء في حياتنا. ولو سألت نفسك: لماذا تأخرنا في العلم وفي العلوم؟ لماذا تأخرنا؟ لوجدت أنه غياب الإتقان عن الطالبة. الطالب يحفظ، يصم المادة، يصمها صمة، لكن من الممكن أن لا يفهم ولا يعي ولا يدرك ما هذا الذي حفظ. هو يذاكر من أجل أن ينجح، لا يذاكر من أجل الفهم والاستيعاب. حتى إن كثيرا من أولياء الأمور أصبح همهم وشغلهم أن يحصل الولد المجموع بالحفظ، لا بالتفهم ولا بالفهم، ولا بأصول القواعد. ذلك كله لغياب الإتقان، مع أن الله عز وجل لفت نظرنا إلى الإتقان في هذا الكون البديع وفي هذا الكون الفتيح. لكني أريد منك أولا أن توحد الله. انتبه أيها الأخ الكريم، ربنا جل وعلا يلفت نظرنا إلى هذا الإتقان في هذا الكون، فيقول في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. مش صنع الله بس، مش صنع الله خلاص، ده انظر إلى الكلمات التي تليها: صنع الله الذي أتقن كل شيء. الذي أتقن كلمة الإتقان، أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن الكون الفسيح وما فيه. الجبال أنت بتنظر إليها تظنها مكانها لا تتحرك، تحسبها جامدة، لكنها تمر مر السحاب، تتحرك في حركة دورانية كما يتحرك السحاب وكما يسير السحاب. صنع من؟ خلق من؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربنا في سورة الملك: الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. كرر ربنا جل وعلا كلمة البصر 3 مرات. ليه؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يتحدى البشر وأن يتحدى الجميع. انظر في صنع الله، انظر في السماوات، تأمل في هذا الارتفاع الشاهد، هذا الارتفاع العالي الذي رفع بغير عمد، هذا الارتفاع، السماء المزينة المليئة فيها شمس فيها قمر، هذه الأشياء انظر
كيف زينت. لذلك يرجع الإنسان بعد هذا التحدي ينظر وينظر وينظر وتجد الإجابة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. تزيين ما بعده تزيين في الأرض. يقول ربنا جل وعلا: اسمع إلى الإتقان، إلى قمة الإتقان لنتعلم الإتقان. قال ربنا جل وعلا في جانب الأرض: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، من كل شيء موزون، وكل شيء عنده بمقدار، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذا كل شيء موزون متقن. الأرض فيها كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. بل يلفت ربنا جل وعلا، يلفت نظرنا إلى خلقنا في أنفسنا، إلى هذا الإتقان، هذه القمة العالية وهذه الجودة. فيقول ربنا جل وعلا: وصوركم فأحسن صوركم. ويقول سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هو ده يا إخواننا خلق ربنا، هو ده صنع ربنا، ده الإتقان. ديننا دين الإتقان، ديننا هو دين الإتقان. والنبي صلى الله عليه وسلم رسخ الإتقان في قلوب أصحابه وفي أفعالهم وفي أقوالهم. فديننا هو دين الإتقان، إتقانا في العقيدة، إتقانا في العقيدة. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به. إتقان في العقيدة، لازم يكون عند حضرتك عقيدة إن لا إله بحق ولا معبود بحق إلا الذي خلقنا وهو من؟ الله رب العالمين. نعم، إتقانا في العبادة، إتقانا في العبادة. في الحديث المتفق عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إتقان في العبادة، لازم تعامل ربنا على إنك شايفه، ما أنت شايفه. لازم تعلم وتعتقد أن الله يراك في كل وقت وفي كل حين. إتقانا في المعاملات، ديننا دين الإتقان، إتقانا في المعاملات. بعد أن قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال: وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الآية إتقان في المعاملات مع كل الطوائف، مع كل الناس، الوالدين، الأقارب، الجيران، الجار القريب، الجار الغريب، ابن السبيل، عابر السبيل، العبيد اللي كانوا فيما مضى. إتقان في المعاملات. حتى إن ديننا أمرنا بالإتقان في الدعوة إلى الله جل وعلا. أنا عايز حضرتك توحد الله. إتقانا في الدعوة إلى الله جل وعلا. قال الله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إتقانا في الدعوة إلى الله جل وعلا، بل إتقانا في تربية نفوسنا، إتقان في تربية نفس الإنسان. يعود نفسه على إيه؟ يربي نفسه إزاي؟ يا ترى يبقى ملوش كلمة، يبقى إمعة، ولا يبقى ثابت له موقف؟ اسمع إلى حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وثبت، إذ يقول: لا يكن أحدكم إمعة، لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أن يحسن، وإن أساء الناس أن يسيء. يعني شاف الناس كويسين أنا معاهم، شاف الناس كلهم على ذنوب ومعاصي أنا معاهم، جلس في مجلس يشرب عليه الخمر أنا معاهم، في مجلس فيه أغاني أنا معاهم، جلس في مكان للذكر وللطاعة وللعبادة أنا معاهم. ما تصلي على سيدنا المصطفى: لا يكن أحدكم إمعة ولكن وطنوا أنفسكم. شوفوا الإتقان: وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساء الناس أن تجتنبوا إساءتهم.
أن تجتنبوا إساءتهم. إتقان في تربية النفس، إتقانا حتى في المظهر، في الملبس، اللبس اللي بتلبسه، الجلباب، هذا القميص، لأن الجلابية بتاعتنا اسمها في اللغة قميص، أما الجلباب هو لباس المرأة. القميص، الجلابية أو القميص أو البنطلون أو البدلة، حسن المظهر. قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وانتبه، شوف الإتقان في المظهر، الإتقان حتى في المظهر. حسنوا رحالكم وحسنوا ثيابكم حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة، كأنكم علامة بيضاء مضيء مصباح مضيء يمشي على الأرض. إتقانا حتى في دفن الموتى، إتقانا نتعلم الإتقان حتى في دفن الموتى. قال حبيبك النبي، والحديث في صحيح سنن النسائي: احفروا وأعمقوا وأحسنوا. احفر وأعمق وأحسن في الدفن. لما تدخل القبر مش ترميه زي ما احنا بنقول وتطلع بره، إنما أحسن الدفن كما قال الله وكما تعلمنا من حبيبنا المصطفى محمد. إتقانا حتى في لبس الكفن، حتى في تلبيس الكفن. إتقان، ديننا دين الإتقان. قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليتقن الكفن. إتقان حتى في الكفن، إتقانا حتى في تربية أولادنا، حتى في تربية الأولاد. قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح سنن الترمذي: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. إتقانا حتى في قراءة القرآن الكريم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. إتقانا في الصلاة، إتقانا حتى في الصلاة. قال المصطفى محمد، والحديث في صحيح الإمام مسلم: ما من رجل تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما بينها إن اجتنبت الكبائر، وذلك الدهر كله. حتى الصلاة لما تتقن الوضوء، ولما تتقن الركوع، ولما تتقن السجود، ولما تتقن الخشوع، تخرج من الصلاة مغفور الذنب. إتقانا في كل شيء وفي كل أعمالنا. قال حبيبك النبي، والحديث عند البيهقي وعند الطبراني: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان في كل شيء، شتى مناحي الحياة، شتى أمور الحياة في كل الأعمال. والسؤال الذي يطرح نفسه، أنا أكتفي في هذا العنصر بهذا الكلام لأن الكلام يطول، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا الإتقان؟ ليه إحنا مطالبين بالإتقان؟ من أجل ماذا؟ علشان إيه؟ الإتقان مطالبون به لأنه طاعة لله ولرسوله. قال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. بالعدل والإحسان، والإحسان هو الإتقان، إحسان الشيء هو إتقانه. وقال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان على كل شيء. هذا هو الإتقان، أمة الإتقان، الأمة المتقنة اللي ترتقي بالإتقان. ولكن ما هو السبيل إلى الإتقان؟ احنا عرفنا ان ديننا دين الإتقان، وعرفنا ليه عين مطلوب مني الإتقان، لأنه طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. كيف أصل إلى الإتقان؟ إزاي أبقى متقن في عملي؟ إزاي أبقى متقن في الكلمة؟ إزاي أبقى متقن في كل شيء؟ الإتقان يصل إليه الإنسان أولا بالاستعانة بالذي خلقنا، وهو من؟ إنك تستعين بربنا. قف بين يديه: يا رب
عجزت وأنت المعين. يا رب عجزت عن الإتقان وأنت المعين، استعن بالله ولا تعجز. ثم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان دائما يريد أن يأخذك لعدم الإتقان. الشيطان عايز ياخدك بعيد عن الإتقان، يبقى استعن بالله واستعذ بالله، استعانة واستعاذة. ثم إخلاص النية والعمل لوجه الله جل وعلا، إخلاص النية والعمل. ثم مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن. ثم حسن الخلق. ثم الصحبة الصالحة. الأشياء ده هي توصل حضرتك إلى أعلى درجات الإتقان، إلى أعلى الدرجات. تستعين بربنا وتستعيذ بربنا تستعيذ بربنا من الشيطان الرجيم. استعين، اسأل ربنا يبعد عنك الشيطان، استعن بربنا، راقب ربنا في عملك، اخلص نيتك لله، كن حسن الخلق، ابحث عن الصحبة الصالحة، تصل إلى أعلى درجات الإتقان. ولكن ما هي ثمرات الإتقان؟ أنا لما أخلص العمل، لما أتقن العمل، لما أخرج العمل في أبهى صورة، أحصل إيه؟ إيه الجوائز اللي أخذها؟ إيه الأشياء التي أجنيها؟ نعرف ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الهاشمي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، على جميع آلك وأصحابك ومن سار على نهجك واهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذن بعد أن تحدثنا أن الإتقان لفت الله نظرنا إلى الإتقان في هذا الكون الفسيح وفي خلق أنفسنا، وبينا أن الدين هو دين الإتقان في كل المجالات وفي شتى المجالات وفي كل شيء، وبينا لماذا الإتقان، لأنه طاعة لله ولرسوله، وكيف نصل إلى الإتقان. إذن ما هي ثمرات الإتقان؟ اللي يتقن يجني، اللي يعمل الإتقان، اللي يخلص في العمل، اللي يطلع عمله في أبهى صورة، هو هيتقن العمل كده وما يجيش شيء. اسمع معي إلى الثمرات، لكن بعد أن توحد رب الأرض والسماوات. الثمرة الأولى محبة الله جل وعلا. محبة الله جل وعلا، إذا أتقن الإنسان وأحسن نال محبة الله جل وعلا. قال الله: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين المتقنين. فالإحسان في جانب العبادة يجني المراقبة، وقد بينت لحضراتكم ذلك. وفي كل شيء هو الإتقان، إتقان الشيء وإخراج الشيء في أحسن وفي أجمل وفي أبهى صورة. إن الله يحب المحسنين. ثانيا، دخول الجنة والتنعم والتفضل برؤية وجه الله جل وعلا. قال ربنا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المفسرون: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية وجه الله جل وعلا. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. محبة الله، دخول الجنة، محبة الله ودخول الجنة والتنعم برؤية وجه الله جل وعلا. ثالثا، مرافقة الحبيب المصطفى محمد في الجنة صلى الله عليه وسلم. انظر معي إلى النبي وهو يلفت النظر إلى الكل أن يتقن في صورة أو في شخص التاجر، فيقول: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. والتاجر الصدوق هو الذي يتقن العمل، هو الذي يخلص العمل، هو الذي لا يكذب على الناس، هو الذي لا يغش الناس. إذا أتقن الإنسان عمله كان رفيقا لسيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، التعرض لرحمة الله جل وعلا، إنك بتعرض نفسك لرحمة ربنا في الدنيا وفي الآخرة. قال الله:
إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة ربنا قريب من المتقنين، اللي يخلصوا الأعمال، اللي يتقنوا الأعمال، اللي يخرجوها في أجمل صورة، معرضين لرحمة الله جل وعلا. ثم بعد ذلك تنال وتحظى معية الله جل وعلا. مش انت اللي مع ربنا، ده ربنا اللي معاك. معية ربنا معية نصر، معية تأييد، معية رحمة، معية فضل، معية مغفرة. قال الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. آخر آية النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية ما بعدها معية، فضل ما بعده فضل، وشرف ما بعده شرف. بل إذا أحسنت وأتقنت العمل أخذت الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة. قال الله: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شاهدنا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. أخي الكريم، احنا يا ترى متقنين؟ الكلام اللي اتكلمناه ده لو نزلنا به على كتب السير وكتب التواريخ مليانة بالأمثلة للإتقان، مليئة بأمثلة الإتقان. لو أخذت من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا الصلاة والسلام وسير الصالحين لوجدت التاريخ مليء. لكني أقول لحضراتكم: خذوا الإتقان من تخطيط النبي وترتيبه السليم في الهجرة النبوية. أتقن النبي في الترتيب للهجرة فكانت نصرا مؤزرا. خذوا الإتقان من سيدنا يوسف لما فسر الرؤيا لملك مصر، لما قال له: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى سيدنا يوسف وأخرى يابسات. سيدنا يوسف لم يفسر الرؤيا، ما فسرش الرؤيا وسكت، ده بدأ يعمل وبدأ يتقن. ما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحصنون. مش كل الزرع تنظفوه، مش كل القمح تخرجوه، وبدأ يأخذ بالأسباب ويتقن العمل حتى نجا بأهل مصر من المجاعة وجنى ثمرات ذلك أن منعهم من الحرمان بقدرة الله الواحد الديان. ده الإتقان يا أخوان. طب احنا عشان نختم كلامنا، لو نزلنا بالإتقان لواقعنا المعاصر اللي احنا بنعيشه وضربنا بعض الأمثلة كده على سبيل المثال سريعا عشان نختم كلامنا، الإتقان لما ننزل به لو سألنا نبدأ الأول: أنت يا من تعمل داعية إلى الله جل وعلا، أنت يا إمام وخطيب يا اللي بترتقي درجات المنبر، يا ترى أنت متقن لعملك ولا لا؟ أنت بتعمل موضوعك إمتى؟ يا ترى بتحضره إمتى؟ أنت متقن ولا بتطلع يوم الجمعة الصبح كده وخلاص على المسجد وهو اللي ربنا يبعثه واللي ربنا يجيبه؟ هي كده ولا بتعمل موضوعك؟ أنت متقن؟ طب يا ترى بتحضر في المسجد ولا ما بتحضرش؟ متواجد ولا ما أنتش متواجد؟ أنت يا من تعمل في بيت الله عاملا أو مؤذنا، أنت اللي بتشتغل مؤذن في المسجد ويا اللي بتشتغل عامل في المسجد، يا ترى بتحضر ولا ما بتحضرش؟ يا ترى بتتقن عملك ولا ما بتتقنوش؟ يا ترى بتأديها على أكمل وجه ولا انت جاي وخلاص على قد فلوسهم واخر الشهر خد القرشين وخلصوا ما عملوش حاجة؟ طب ازاي ربنا هيبارك لك وانت لم تخلص العمل لوجه من؟ هذا أمثلة حية واقعية. طيب أنت أيها المدرس، يا ترى أنت يا من تعمل بعمل التدريس وهي رسالة عظيمة أنت اللي بتشتغل بيها، يا ترى بتعامل الأولاد كلها متقن في عملك بميزان واحد؟ اللي بيجي الدرس زي اللي ما بيجيش؟ ولا هتعمل زي المدرس اللي كان بيقول لنا زمان وأنا في الابتدائي: بس أنا عايز حضرتك توحد الله. خد بال حضرتك، مدرس كان يدخل مين اللي بيجي الدرس؟ امتى؟ تكتب الواجب مرتين من غير التشكيل، وانا في ثانيه ابتدائي. مين اللي ما بيجيش الدرس؟ انتوا ما بتجوش 6 مرات بالتشكيل. تكتب لي الواجب 6 مرات بالتشكيل. يا ترى انت بتعامل كده ولا انت تتقن العمل؟ تتقن العمل يا ترى في الفصل زي في الدرس، كل بميزان وكل بميثاق. يا ترى انت متقن العمل؟ انت ايها المهندس يا اللي بتشتغل مهندس،
يا ترى لما بتدخل في مناقصة ولا بتعمل شيء، يا ترى انت متقن العمل؟ بتحط المقادير بميزان، كل حاجة بقدر، ولا اي حاجة وابو دورين يعمل بيها 10 وابو 10 يعمل بيها 20 والشهر الجاي تنزل على رؤوس ساكنيها؟ انت ايها الطبيب يا من تعمل في مهنة الطب، وهي مهنة تشتمل على الرحمة وعلى الرأفة وعلى الفضل الكبير، يا ترى أنت متقن للعمل؟ هل أنت متقن لعملك؟ ولا زي ما بنسمع على الجرائد وعلى الشاشات، ده النهاردة في العملية نسى الفوطة، ده نسى المقص، ده نسى المشرط في بطن المريض؟ يا ترى احنا متقنين للعمل ولا ما احناش متقنين؟ أنت يا من تعمل عاملا في مخبز العيش، انت اللي في فرم العيش، يا ترى بتحط المقدار بتاع رغيف العيش؟ ولا زي الراجل ما هم جابين لي يوم الثلاث، انا عايز حضرتك توحد الله، بيقسم بالله ايمانا مغلظه، انا خدت رغيف العيش ورحت اوزنه طلع 50 جرام. 50 جرام، امال بقيته فين؟ الجرامات راحت فين؟ 50 جرام. انت النهارده يا ترى هتتقن العمل؟ هتطلع الرغيف زي ما هو مطلوب؟ انت يا من تعمل في هذا الصرف، غرف الصرف اللي قدامنا دي، يا ترى احنا متقنين فيها ولا بنصرف فيها صرف المواشي وبنرمي فيها سلك الغسيل بتاع المواعين وبنرمي فيها الملابس عشان تنتج؟ احنا يا ترى متقنين ولا ما احناش متقنين؟ انت ايها العامل، ايها الفلاح الذي تذهب الى زراعتك، يلي بتشتغل بالزراعة، انت متقن للعمل ومحافظ على جيرانك؟ ولا انت طلعت وخلاص لقيت السكة عريضة شوية مسكتها مشطتها ونزلتها في الارض؟ عديت على جارك الجسر اللي بينه وبينك عريض شوية، مسكته مشطته ونزلته ناحيتك واختلفته وعملت مشكلة. احنا النهاردة متقنين؟ يا ترى احنا متقنين؟ الاتقان موجود النهاردة، انت يلي في كل عمل. النهاردة المرحلة اللي جاية دي مرحلة الاختيار، يا ترى هنبقى متقنين ولا مش متقنين؟ يا ترى يا اخوانا هنبقى متقنين في اختيارنا ولا